بخصوص قضية الضحية شيماء، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وبهدف إطلاع وتنوير الرأي العام بعناصر موضوعية على قضية حرق الفتاة شيماء البالغة من العمر 19 سنة، والتي تنحدر من بلدية رغاية. تنهي نيابة الجمهورية لدى محكمة بومرداس أنه بتاريخ 2/10/2020 على الساعة 9 صباحا تقدم باعين الساكن ببلدية ثنية إلى مصالح الضبطية القضائية لدرك ثنية من أجل التبليغ عن تعرض صديقته المسماة شيماء إلى الحرق بالمكان المسمى محطة البنزين المهجورة الواقعة بالمدخل الغربي لبلدية ثنية بمحاذاة الطريق رقم 5، مضيفا في بلاغه إلى أن الوقائع تعود إلى تاريخ 1/10/2020 وحوالي الساعة 3 مساء، وأثناء تواجدهما بالمكان المذكور آنفا أي المحطة المهجورة بقي معها لمدة 7 دقائق، ثم طلبت منه إحضار لها الطعام لكونها كانت جائعة. وأثناء انصرافه بحوالي 5 أمتار شاهد الدخان يصعد من الغرفة التي تركها فيها، عندها لاذ بالفرار. وفي اليوم الموالي تقدم إلى مصالح الضبطية للإبلاغ عن الواقعة. إثر توصل نيابة الجمهورية بالوقائع تم إسداء تعليمات لمصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق معمق وموافاتنا بالنتائج بصفة مستعجلة. أثناء انتقال عناصر الضبطية القضائية إلى عين المكان تم معاينة جثة المسماة شيماء محروقة وملقاة على وجهها، كما تمت معاينة بعض الكدمات والجروح على مستوى مؤخرة رأسها، وكذلك شعر رأسها ملقى بجانبها، بالإضافة إلى وجود جرح كبير على مستوى أعلى فخذها الأيسر. استغلالا لمختلف المعطيات وأثناء رفع الجثة والتحقيق مع المشتبه فيه، باعين تراجع عن أقواله الأولى وأكد أنه بتاريخ 1/10/2020 اتصلت به الضحية التي تربطه بها علاقة معها منذ سنة 2017، واتفقت معه على الالتقاء ليقوم بإعارة دراجة نارية، واتجه إلى مدينة رغاية لإحضارها في حدود الساعة 3 مساء من نفس اليوم، ودخل رفقتها إلى المحطة المهجورة ومارس معها الجنس، ثم قام بضربها حتى فقدت وعيها، ليتجه إلى محطة البنزين المقابلة، وقام بجلب قارورة بلاستيكية مملوءة بالبنزين، وقام برش جسدها بالبنزين وأضرم النار بها، ثم غادر المكان على متن دراجة نارية. على إثر انتهاء التحريات تم تقديم أطراف القضية أمام نيابتنا بتاريخ اليوم الموافق ل5/10/2020، وبعد استجواب المشتبه فيه حول الوقائع، حيث أكد أنه قام باستدراج الضحية إلى المكان المهجور ومارس عليها الجنس، ثم قام بضربها وإسقاطها أرضا، وقام برشها بالبنزين وحرقها. وعليه تمت إحالة المعني المشتبه فيه على السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق طبقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي: تهمة أو جنايتي الاغتصاب والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية، الأفعال المنصوص المعاقب عليها بالمواد 254 255 256 257 261 262 والمادة 836 من قانون العقوبات. وعلى إثر سماع المتهم من طرف السيد قاضي التحقيق
أصدر أمرا بإيداع المتهم بالمؤسسة العقابية. شكرا على حسن إصغائكم. بغض النظر عن الاتفاقيات الدولية، لا بالاتفاقيات الدولية الجزائر منخرطة في اتفاقيات دولية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالضبط المادة السادسة منه التي تقول بأنه لا يجوز حرمان أي شخص من حياته بصفة تعسفية، لكنها تعترف أنه يمكن للدول التي لم تلغي عقوبة الإعدام ولم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني، الدول ليست ممنوعة بأن تنص في قانونها على عقوبة الإعدام. ونحن كما تعرفين في قانوننا الحالي في قانون العقوبات هناك حوالي 18 جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام. وذهبت حتى لجنة حقوق الإنسان الأممية للقول أنه فقط عقوبة الإعدام يجب أن تخصص للجرائم الأشد خطورة، وقالت بأن الجرائم الأشد خطورة هي الجرائم التي يكون فيها دم، والجريمة التي نحن أمامها اليوم هي مثال حي للجرائم الخطيرة وفيها دم. طيب سيد بوزيد الازهاري فقط يعني لأنه قانوننا في هناك الإعدام بالنسبة للجرائم الأكثر والأشد خطورة. نعم سيد بوزيد الازهاري فقط يعني نصوص القوانين موجودة يعني فيما يخص الإعدام، لكن تطبيقه على أرض الواقع لا يوجد. نعم الجزائر النطق به فقط علقت بمعنى لا زالت محاكمنا ومجالسنا إلى يومنا هذا تحكم بالإعدام، لكن هناك تعليق لهذه العقوبة. واسمحي لي سيدتي في هذه الظرف الصعب على هذه العائلة وعلى نفوس كل الجزائريين أن أذكر القصة التي جعلت الجزائر في 93 تقوم بتوقيف تطبيق عقوبة الإعدام في عز محاربة الإرهاب. طيب. تعرفين عندما يحكم على شخص بالإعدام له ولعائلته الحق أن يقدم رسالة لرئيس الجمهورية يطلب فيها تخفيف العقوبة أو العفو، هذه من المستلزمات. طيب. والرئيس هو اللي يأخذ القرار. في 93 تقدمت جزائرية برسالة إلى المجلس الأعلى في الدولة الذي كان يمثل مهام رئيس الجمهورية. طيب سيد بوزيد الازهاري، ربما أريد أن نشير إلى نقطة مهمة، لابد أن نشير إلى نقطة مهمة، أو أنه اجتماع مجلس الوزراء اليوم خصص حيزا لدراسة عديد الملفات ذات صلة بقطاع العدالة، ومنها إدراج أحكام خاصة بجرائم اختطاف الأطفال. اليوم ربما مع تصاعد وتيرة هذه الاختطافات والاعتداءات على القُصّر وحتى المراهقين، هل نتوقع مستقبلا إعادة النظر في تفعيل القوانين بصرامة؟ يا أخي اسمح لي، أنا جايك لهذه النقطة فقط حتى يفهم الشعب الجزائري وعلى قناتكم ليسمع لي الكثير. ما تبقاش عنا فقط سيد بوزيد الازهاري، تفضل. نعم أقول أن قانوننا، أقول أن المادة 38 من مشروع التعديل المطروح على استفتاء الشعب الجزائري تقول أنه لا يمكن أن يحرم شخص من حقه في الحياة إلا في الحالات التي يحددها القانون. بمعنى القانون يمكن أن يحدد الحالات التي يمكن أن يوقع فيها عقوبة الإعدام، ودولتنا وحكومتنا تخدم في هذا الإطار. أنت تتكلم على رفع أن توقع العقوبة في أرض الواقع، هذا يعود لبرلمان منتخب من طرف الشعب الجزائري، ممثلي الشعب الجزائري الحقيقيين لهم الحق أن يأخذوا القرار الذي يرونه مناسبا مع ما يشعر به الشعب الجزائري.